يا الله. السلام عليكم حبايبي ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير وصباح جميل علينا وعليكم وعلى كل العراقيين وعلى كل الطيبين بالعالم. بغداد الكرخ. هي الرسالة الأولى ومن قاطع البياع بيد أم حسن الله يحفظها ويخليها. مساحة القطعة 150 متر، 6 ونزال 20، واكو نوب كسرة بظهر هذا البيت. هي 200 متر، هاي قديما اشتروا من عندها هاي 50 متر فبقت 150. هذا نزال 12، 4 في 12. على العموم تم إنجاز المرحلة الثانية، الطابق الثاني بمشيئة الله وحفظه ورعايته. اخوان، احنا عندنا شوية بعض الملاحظات نحاول نذكرها. طبعا الديكور ان شاء الله من يكمل البيت اشوفكم الديكور ايش قد جميل وايش قد روعة. تم الاخذ بالحسبان وبالنظر الاعتبار انه هاي القامة اللي هي متر، الضغط العنيف مالتها هنا راح يصير، فحسبنا حساب لكل شيء بالتسليح وبالمونة وبالقالب. الملاحظات اللي نحب نذكرها انه نجار القالب، انا ما احكي، انتو شوفوا الشغل مال النجار. انا من هنا اوجه تحية شكر واحترام وتقدير الى النجار ابو سجاد القريطي. الف تحية له على هاي النظافة والابداع والروعة والجمالية. النجار اللي يدفع عنده رباط مرة النبهة، واذا دفع عنده مرة ثانية رباط او جسر او اي شيء من هكذا امور، النبهة اولا، مرة ثانية اذا دفع عنده حذره، مرة ثالثة انا اوجه له كلام للنجار اقول له يا اخي انت ليش طالع تلعب اسمك نجار؟ اذا انت دائما الجسر يدفع عندك ودائما الرباط، على وش طالع العد؟ فاخوان انتبهوا على هاي الامور رجاء. شوف شوف الجسر بابا، شوف المسح ويا البناء، يعني ما بي مجال. شوف اخوان، فألف تحية إلى النجار أبو سجاد القريطي، سعد القريطي. اليوم احنا طبعا الجدران اللي على الجوارين حدث ولا حرج، يعني كوارث، معاناة، والله معاناة. صعود درج، هذا حصير حولي مال درج. هنا غرفة نوم، غرفة نوم مال عباس، غاية بالجمالية والروعة. طبعا اخوان هنا يجي جسر 30 سنتيم. هذاك شو اسمه يقعد عليه سقف، هذيك القامة الأمامية الديكور. بلكون بالمستقبل جاي عليها محجر زجاج. وهذا من هذا الحولي مال الدرج. هنا عندنا شباك على المنور، هذا عندنا حمام على اليمين. الحمام شاور او تصريف العفو، مقعد غربي تعليق، العفو شاور، مقعد غربي تعليق، مغسلة، تصريف. والرازونة البغدادية القديمة، رازونتين رادة ام حسن، لا رازون نفس الجو. وهاي غرفة نوم، هاي كانت جو سويت، حمام هنا تم الغائه واضافته لشو اسمه
للغرفة. اخوان هنا نحب نقول ملاحظة، مرات خلفة البناء او المقاول او المهندس يجتهد يطرح فكرة ربما تكون مفيدة يعني بالمخطط. انا عندي الباب هنا، شوف هسه هذا الحل بالمخطط. انا عندي الباب هنا، اتدانشت ويا اهل البيت وطرحت عليهم فكرة انه الباب خلينا نسويها هنا، وافقوا وقالوا فكرة روعة وجميلة ولا بأس وتوكل بالله. فشوف اخوان يعني هسه ممر هذا قبل تدخل الآثاث أو الدخول للشخص، استفادينا من هالمكان هذا. هنا نقدر نخلي غرفة أخشاب، نقدر نخلي آثاث تصير مكترة، وهذا هنا الدخول. فمرات الإنسان يعني مثل ما قلت لك، يعني خلفة البناء أو المقاول أو المهندس يجتهد يطرح أفكار ربما تكون مفيدة وحسب قناعة أهل البيت. نحن نعمل لإرضاء الله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم أهل صاحب الدار. شعدكم استفسارات، شعدكم ملاحظات، شعدكم عمل، شعدكم أمور أو مشاكل مستعصية بالعمل، احنا بخدمتكم وتؤمرون أمر وما يكون خاطركم إلا طيب. مع تحيات هندسة البناء مجيد العامري في مال الآغاتي.